صباح الخير. ايش عملنا اليوم؟ اليوم تغلقت صفحة واحد يسمي نفسه إعلامي. صفحته كلها عبارة عن تحريض ضد البنات، قذف بس بطريقة يعني راقية شوية. كل فيديوهات يعني تلاقي فيديو واحد بس مثلا يقرأ يلقي فيه نص أدبي يتكلم فيه كلام ممتاز، وبعدين 4 فيديوهات ظاهر يستخدم فيه بصور إعلاميات، صور ممثلات، ذي المانع غيره. الآن إيش الفكرة؟ استخدام صور البنات في سياق تحريضي يفتح باب شتم وقذف ودخول في أعراض. صفحتك بتتقفل، البوست بينشال. فأي صفحة بتوصل ليدي تستخدم هذا النوع من المحتوى، أو إن شاء الله عنده بوست واحد، هذا البوست بينشال، الصفحة هذه بتتقفل. احترموا نفسكم، لا تستخدموا صور البنات، لا تستخدموا صور هدي المالع، ولا تستخدموا صور مايا العبسي، ولا تستخدموا صور حور وولاء وغيرهم من المودلز في سياق انتوا تحرضوا المجتمع ضدهم، لانه صفحتك بتتقفل لو فيها ان شاء الله مليون متابع. وطبعا الفضل يعود لسبيك اب، هنا بحط صفحتهم هنا. اي صفحة تلاقوها تتكلم بهذه الطريقة أو تستخدم هذا النوع من المحتوى ضد البنات أو حتى أحيانا ضد الرجال، بحط كمان الفورم حقهم، بحط شوية بوست في الستوري الجايات تشرح لكم كيف تستخدموا الهيلبينج لاين حقهم، كيف تتواصلوا معاهم، إيش نوع البوستات اللي هم يشيلوهم وليش وكيف، كل هذه الأمور. وإذا عندكم الإنترنت سيء تعرفوا حد ما يعرف يستخدم أو ما إلى ذلك، رسلوا لي، أنا برسل الرابط يعني.